السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى الغريبه. واحنا عملنا مع بعض البسكوت وعملنا مع بعض الكحك، ويا رب تكونوا جربتوه ويعجبكم باذن الله. النهارده هنعمل الغريبه. معايا نص كيلو من الدقيق، وانا بستعمل دقيق الضحى. تمام كده. ومعايا السكر البودر بتاعي، معايا 100 جرام من السكر البودر، ومعايا نشا. طبعا انتوا عارفين، اللي جرب الكحك معايا عارف يعني النشا في الكحك بيعمل ايه، ففي الغريبة بقى هيخليها ناعمة ودايبة وجميلة جدا. تمام. النشا معايا هنحط بالظبط يعني 7 معالق نشا، اللي هي بتساوي 80 جرام. 7 معالق نشا هتعمل معاكي 80 جرام بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده، جبت الدقيق بتاعي وحطيت عليه النشا وقلبت كده كله مع بعضه بالشكل ده. تمام. ومعايا بقى الزبدة بتاعتي، عايزة تعمليها بقى طبعا هي اساسها يعني سمنة بلدي. حابة بقى تعملي نص ونص، حابة تعمليها كلها، حابة تعمليها بزبدة عادية اللي هي القوالب اللي بتتباع ديت، براحتك مفيش مشكلة خالص. تمام. معايا مقدار الزبدة بتاعي، معايا كوباية ونص مليانين. كوباية ونص مليانين، يعني 320 جرام. تمام كده. وتكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش سايحة خالص يعني. هنقلب كده بالشكل ده كده، بس ندوبها كده كلها مع بعض وننزل عليها بالسكر. طبعا احنا مش هنحتاج بقى لا مضرب كهرباء ولا اي حاجة خالص، هتشوفوا كل حاجة سهلة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. يبقى النص كيلو دقيق، ومعايا السكر البودر بتاعي، ومعايا النشا بتاعي، والسمنة. بس كده. هنا معايا رشة فانيليا بس كده تديها ريحة حلوة. وهنقلب بقى السكر مع الزبدة بتاعتي، وهنقلب كل ده كده كده مع بعضه. وهننزل عليه بالدقيق، بس مش هننزل بالدقيق كله مرة واحدة، شوية وشوية شوية وشوية لحد لما تعمل معانا عجينة كده جميلة طرية كده وحلوة جدا. هتشوفوا معايا كل حاجة. لو لسه مشتركتيش بقى عندي على القناة، انزلي اشتركي وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. طبعا ما تنسيش اللايك بتاعك الحلو علشان الفيديو يترفع وغيرك يستفاد منه. تمام. اهو بالشكل كده بقت كريمي كده وبقت بيضة كده فتحت. تمام. هبتدي ان انا انزل الدقيق حبة حبة بالشكل ده. ويا ريت يعني افضل حاجة ان انتوا تستعملوا بالجرام. وكل فيديو بقول كده، بصراحة بالجرام بتظبط الحاجة جدا جدا، لان كوباية عن كوباية بتختلف، وممكن ان انت ما تمليش الكوباية قوي، ممكن تقللي منها شوية، فالمقدار بتاعك ما بيبقاش مظبوط. لكن لو عملتيها بالجرام خلاص، انا لما بقول 80 جرام خلاص انت بالجرام هتعمليها 80 جرام، فهتطلع معاكي النتيجة زي اللي انت بتشوفيها في الفيديو بالظبط. تمام. فالميزان دلوقتي موجود في اي حتة ومش غالي قوي يعني، وهيعيش معاكي يعني. فممكن انك انت تجيبيه افضل بكتير كتير من الكوبايات او حتى الكوبايات المعياريه، لان برضو انت بتمليها، انت مش عارفه انت حاطه قد ايه، حاطه كتير حاطه قليل، الزبده سايحه مش سايحه، فبتفرق. تمام. فبالجرام افضل لكم بكتير، لو حابين يعني الوصفه تبقى زي ما انتم ما بتشوفوها بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده بقى، ابتديت ان انا انزل بالدقيق بتاعي بالشكل ده كده، وبقلب وبشوف الدنيا عامله ازاي. هاخد كوره كده صغننه، حته صغننه كده، وهبتدي ان انا اعملها. بصوا بتفرول، لا لسه طبعا يبقى عايزه دقيق. تمام. وهبتدي ان انا اقلب بالشكل ده. وافضل حاجه بقى، افضل حاجه طبعا انك انتوا بعد ما تخلصوا خلاص، والكميه بتاعتي هي زي ما انتوا شايفين، انا خدت الدقيق كله بالشكل ده. تمام. تاخدي كده واحده ولا حاجه وتعملي تجربه وتدخليها الفرن. لو فرشت معاكي خلاص، هتعرفي ان انتي سمنتك طلعت زياده شويه، وهنحط لها شويه من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. ما فرشتش معاكي ولقيتيها بتفرول كده في ايديكي زي ما كانت بتعمل معايا دلوقتي، هتحطي بقيه الدقيق بتاعك. تمام. اهو بالشكل ده معايا بقى الخرز دلول الجميل ده. وهبتدي ان انا ازين بيها واعمل بيها كور صغيره. تمام. ومعايا هنا فستق، براحتك، عايزه تحطي مش عايزه خلاص بندق براحتك، اللي انتوا حابينه حطوه. تمام. هعمل بقى الكور بتاعتي، وانا بحب بصراحه الغريبه تبقى صغننه خالص، لانها برضو ايه يعني اشيك، يعني شكلها حتى اشيك، يعني انا عن نفسي بحب شكلها جدا، بحبها، احسها كيوت كده في نفسها، بحبها بصراحه. هبتدي ان انا احط الايه الخرز بتاعي كده اهو بالشكل ده كده اهو. تعملي الكوره ومتتكيش عليها، انت حطي بس اللولي بتاعها ده وخلاص على كده.
تمام. وزي ما قلت لكم جربوا واعملوا واحدتين بس. على فكرة انا اي حاجة بعملها، كحك، بسكوت، غريبة، اي حاجة بجرب واحدتين واجربهم في الفرن لازم، مع ان هي نفس المقادير بتاعتي وكل حاجة مظبوطة. يعني انا بعمل بالجرام على طول، فكل حاجة بتطلع زي السنة دي، زي السنة اللي فاتت، زي السنة اللي قبلها، مظبوطة جدا. بس لازم ان انا اعملها بصراحة تجربة الاول، لازم، ما اعرفش، خدت على كده ولازم اعمل كده. ما اضمنش برضو الدقيق، ما اضمنش حاجه، ما اضمنش اي حاجه، فبقى خلي بالي وان انا اعمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعملت بقى الكميه كلها ما شاء الله، بترمي معايا كتير جدا لان انا بعملها طبعا صغيره زي ما انتوا شفتوا، فبترمي معايا كتير قوي ما شاء الله. ادي شكلها عامله ازاي، جميله خالص. وعايزه اقول لكم بقى ريحتها تحفه، طبعا سمنه بلدي فظيعه. هي اساسها اصلا سمنه بلدي، يعني بتاخد سمنه كتير وبتطخن كتير وبتعمل حاجات كتيره غلط، بس الواحد بصراحه انا ما اقدرش ان انا ما اعملهاش، حتى لو هعمل مقدار اقل من نص كيلو هعمله برضو. هنا طبعا بعد ما استوت معايا انا ما بلمسهاش، ما باجيش ناحيتها خالص، بسيبها وهي في الفرن خلاص وانا بقفل عليها. هي ما بتاخدش لون لا من فوق ولا من تحت، يعني تحت لونها خفيف قوي هتشوفوه معايا، عشان ما تلزقش في ايديكي وتبصم في ايديكي، لان هي لازم تبصم كده، ليها تبصيمه كده في الايد عشان هي بتبقى ناعمه قوي. وهي في الفرن خلاص بقفل عليها. بعمل بخاخ كده، عندي بخاخ للمطبخ يعني للاكل وكده، بعمل بخاخ ميه وبديها بخه كده بس وهي في الفرن. يعني انا لسه ما قفلتش خلاص، انا هقفل عليها خلاص، وهي في الفرن بديها بخه كده من على الوش بالميه. ليه بقى؟ الميه دي بتخليها ما تبصمش في ايديكي نهائي نهائي، حتى لو هي سخنه، حتى لو هي بردت، ما بتعملش البصمه اللي في الايد دي ولا اي حاجه. خلاص زي ما يكون بتغلف الطبقة، بتغلف الغريبة بتاعتي من فوق. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا اللون الخفيف الفاتح الخفيف ده، متاخدش سوا جامد، لون فاتح خفيف كده. وطبعا بتكوني مسخنة الفرن قبلها. وادي شكلها عامل ازاي. وعايزه اقول لكم بصوا، لا بتبصم بقى ولا بتلزق في الايد ولا الكلام ده، حتى لما بتيجي تاكليها ما بتلزقش كده بقى في بقك كده وتضايقك ولا الحاجات دي خالص. عايزه اقول لكم شكلها تحفه، والكاميرا كمان ظلماها والله، شكلها جميل جدا وحجمها تحفه. حابه تصغري اكتر، حابه تكبري، في ناس بيحبوها كبيره، في ناس بيحبوها صغيره، زي ما انتوا حابين بقى. بس انا حبيت ان انا اوصل لكم المقادير بتاعتي فيها، وادي الشكل بتاعها اهو. بس انا بحب اللي هي باللولي اكتر، ما بحبش اللي فيها مكسرات والحاجات دي. وبصوا بقى عندكم الورق ده كده ممكن تحطوا فيه لما يجيلكوا حد تزينه، يعني بتبقى شكلها حلو بصراحه. بصوا نكسر كده مع بعض، بصوا عامله ازاي، تحس انها بتفرقع كده، جميله جدا ودايبه جدا وحاجه كده بصراحه تحفه. ان شاء الله تعجبكم يعني باذن الله. بصوا انا هتك عليها، هي مش مستحمله اصلا اي حاجه اهي، فظيعه بجد فظيعه. بصوا انتوا ملاحظين هي مش بتلزق في الايد بقى قوي وتبقى نصها لازق في الايد وتحسوا ان انتوا الموضوع فيه عجين، لا خالص خالص. لان اللي فرق معايا النشا، زي ما انتوا شايفين كده، النشا بجد بيعمل عامل فظيع فظيع مع الدقيق. جربوه ومتخافوش، وان شاء الله. وما بيغيرش طعم على فكره خالص، ملوش علاقه بالطعم نهائي. يعني النشا ما تقولوش ايه ده هيغير طعم الحاجه، لا هو ملوش علاقه خالص، هو بيدي طراوه للعجينه بطريقه غير عاديه. جبت معايا بقى علبة عندي كده، بحط فيها كده الكمية اللي احنا يعني ايه، كمية اليوم، يعني بحط شوية كده تخلص اعبيها تاني كده. يعني انا مش بحط على الكحك كله سكر، انا بحط شوية وشوية. وابتديت ان انا ايه بعبي كده زي ما انتوا شايفين كده. تمام، بس كده. يا رب تكونوا بقى جربتوا الكحك بتاعي وجربتوا الغريبه ديت، ان شاء الله هتعجبكم. والبسكوت التحفه الجميل ده اللي ريحته فظيعه، ان شاء الله يعجبكم باذن الله. وطبعا ما تنسونيش بقى في اللايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله اي جديد انا بنزله. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. عملت كده شويه حاجات في المطبخ كده، يعني انا اللي عملتها بصراحه. يعني انتوا عارفين ان انا ايه اللي عارفني، ان انا بحط في المطبخ ورق كده وحط حاجات، فابتديت ان انا غيرت حاجات فيه. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هوريكم انا عملت فيه ايه وغيرت شكله بقى عامل ازاي. صورت فيديو سريع كده مش وانا بعمل، يعني انا هتشوفوا ان شاء الله قبل وبعد وتقولوا لي ايه رايكم فيه. وان شاء الله اشوفكم على خير، واقول لكم سلام عليكم، باي باي، وكل سنه وانتم طيبين.